السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم لاباس. بدا موسم البحر والاصطياف، وبيان سور كي نقولوا البحر نقولوا لي بيني. الوغ اليوم جبت لكم لا غوسيت بزاف سهله وبزاف هايله وبزاف بزاف بزاف بنينه، بدو ميثود ولا بدو موديل. شكل الورده هو الشكل الاول اللي راكم تشوفوا فيه قدامكم، والشكل الثاني الغني عن التعريف. وما نقدرش ما نديروش كي نخدم لي بيني، هو لي بيني المدور التقليدي تاع الزمان اللي يجي محشي بالمعجون. دونك جامو ابوني هنا في وصفه ديزات ونبداو كيف بسم الله. هنا نجيبو كاس، كاس تاع الحليب يكون دافي، نفس الكاس حنقيسو به يعني باقي المقادير، تبعوني تفهموا. عندي حبه تاع البيض، عندي تاني هنايا مغرف كبيره تاع خميره الخبز، وثلث مغارف كبار تاع السكر. على بالكم بلي بينيه هي عجينه فقط، فلازم تكون حلوه من في لاباط تاعها. مغرف صغيره تاع لافاني، تقدروا ديروا لافاني تاني ليكيد يعني هذا اختياري، وتقدروا تاني ديروا قشور الليمون. انا نسيتهم بصح درتهم في الاخير، دوك تشوفوا معايا. ورشه تاع الملح. قشور الليمون هما السر تاع الوصفه هذه، هما اللي يعطوا لها البنه وهذيك القروسيه. هنا تاني نسحقوا 3 مغارف كبار تاع الزيت، وكما قلت لكم رشه تاع الملح. نورمالمون هادو هما المقادير. الان عندي مغرف تاني صغيره تاع خميره الحلوه، ونخلط المقادير تاعي كامل هكا حتى يتجانسوا مع بعضهم. وهذيك الخميره تدخل مع السكر ومع الحليب اللي دافي باش تتخمر شويه ويدوب، يعني كل حاجه تدوب مع هذاك الحليب اللي يكون دافي. نعاودوا نرجعوا يعني للنقطه اللي جد مهمه، هو قشور الليمون. قشور الليمون لازم في وصفه لي بيني، باسكو هي اللي تعطي لك الريحه شابه، وتعطيك يعني واحد البنه لي بيني تاعنا. يعني اللي لو كان تستغناو عليهم ما راحش تجيكم لي بيني تاع برا تاع البحر تاع الصيف، هذيك البنه اللي كنا ناكلوها من زمان. دوكا نروحوا للنواشف. قلت لكم بلي نفس الكيله اللي كيلت بها هي اللي حنكيل بها النواشف. عندي هنا في الاول 3 كيلات تاع فارينه بنفس الكاس. تحبسوا هنا، هي نورمالمون الوصفه تقول بلي 3 كيسان تاع فارينه ونص، لكن انا دات معايا 3 كيسان تاع فارينه. هذا ما كان ومغرف كبيره، هذا ما كان. علاش قلت لكم لا فارين كل واحد واش من نوعيه تكون عنده. كاين اللي تشرب تمتم، كاين اللي ما تشربش تمتم. يعني نتوما لازم تتحكموا في هاد. خير ملي توقعوا في الغلطه، باسكو لو كان دوكا ديروا 3 كيسان ونص ممكن انها تجيكم بزاف يابسه، ومن بعد تيك اروحوا حلوها نتوما، ما راحش تقدروا وما راحش تنجح لكم الوصفه. دونك توجو نقول لكم ابداو يعني بالحاجه القليله. كي تكون حاجه اللي كي نقدروا اننا نعالجوها، بصح كي تكون حاجه بزاف يابسه صعيب باش نعالجوها، وممكن نعالجوها ما راحش تخرج الوصفه يعني كوريكت سوا كيما رانا حابين. هنا راني جبت قشور الليمون كيما راكم تشوفوا في نص لا فيديو، تفكرتهم فجبتهم وصورتهم معاكم هكا باش يعني نبين لكم بلي انا درت قشور الليمون مالغري نسيتهم في الديبي، درتهم في لافان. فوالا هنا تعجنوا يعني تخي بيان، ما تخافوش كامل في العجين. اعجنوا العجينه تاعكم كيما تعرفوا. في الاخير كامل كي شدت لي العجينه وتماسكت، ضفت مغرف كبيره تاع زبده تكون طريه، دو بريفيرونس باش تجيكم سهله في العجين تاعها. ودخلوها مليح في العجينه تاعنا. هاد العجين هاد المغرف تاع الزبده حطينا طراوه، وحطينا واحد الخفه في لي بيني تاعنا، والعجينه تاعنا حتجي متماسكه وما تجيش تلصق بزاف في اليدين، يعني تجي بزاف مليحه وبيرفكت. دونك هنا في هاد المرحله دخلوها تري بيان، يعني قد ما تعجنوها قد ما مليح، وقد ما تدخلوها هذيك الزبده قد ما راح تكون مليح. دونك لازم تدخل مليح، ما تخلوهاش تبان الزبده تاعنا شغل مدقشه هكا في العجينه. ومن بعد كي نكملوا كوروا العجينه تاعنا مليح، يعني ديروها اون بول كبيره، وغطوها بان ساشي وبان طورشون تاني، وخلوها تخمر مده ساعه كامله في بلاصه دافيه. بعد ما خمرت معايا العجينه كما راكم تشوفوا يعني تكونفلات الله يبارك. اشتوس يعني اذا كنتو ما عندكمش سخانه داخل الونزيل تاعكم، ولا يعني سخانه ما تكفيش انها تخمر لكم الحاجه، حطوها في التاقه، غطوها بساشي وديروا لها طرشونه وحطوها في التاقه، باسكو الحال راهو سخون برا، راه يحتمتم يخمر معاكم الخبز ولا مام لي بينيي ولا مام اي حاجه يعني تحتاج انها تتخمر. هنا درت شويه فارينه، ما ديروش بزاف لا فارين، باسكو حدير لنا الرغاوي في الزيت كي نبداو نقليو. ايطاليو العجينه تاعكم بيان سور لو بلان دو ترافاي، ما لازمش تكون خشينه بزاف وما لازمش تكون رقيقه بزاف، يعني موين. ونروح نحلها باي قطاعه عندي مدوره. انا هنا استعملت الكاس، حبيتهم شويه صغار ما حبيتهمش بزاف كبار، باش الواحد كي يرفد الحبه يعني يكملها ما يتقهمش، ماشي كي ياكل لا دوزيام يتقهم، يعني شحال حب ياكل. وحطيتهم فيها كاسنيوه تكون تاني مرشوشه بشويه تاع الفارينه باش ما تلصقليش كي نجي راح نرفدها.
كيما قلت لكم عندكم تقدروا تقطعوها اي شكل حبيتوا، راهم يقطعوها بشكل يعني مربع، راهم يقطعوها بشكل مستطيل مثلث قلب، يعني كاين بزاف انواع. انا اليوم حندير لكم شكلين تاع لي بيني. حندير الاولانيه مدوره يعني الطريقه التقليديه، ما نقدرش نستغنى عليها كامل في لي بيني، نحسها هذيك هي البنه. الطريقه الثانيه هي طريقه الورده، حنشكلها معاكم دوكا تشوفوا. سامحوني حبيباتي عندي شويه راني بالسعله. المهم هنا غطيت السنيوه الاولى تاعي اللي درتها بالساشي باش ما تصرالهاش لاكروت من الفوق وتنشف لي. لا دوزيام هنا ميثود راح نستعمل هكا، نديرهم كريات دي بول، نبلاطيها غير بيدي هذا مكان شويه، ونحط اي حاجه طائريه يعني في الوسط بهذا الشكل. انا كان عندي هنايا البوشون تاع القرع تاع السيرو تاع صغار، وقطعتها بهذه الطريقه على 6. سما حندير 6 بيتيلات هكذا يقولوا لهم، دي بيتال ولا سا ديبون كل واحد واش يقول لهم. 6 هكا تاع الورده، ونقرصهم بهذه الطريقه. لازم كي تقرصوهم من مليح، باسكو لو كان ما تقرصوهمش مليح راح يتفتحوا لكم في الزيت، حيولوا لكم كلي شغل الورده هذيك عندها يدين. فوالا هذا واش حبيت نقول لكم، وما يجيكمش يعني شكل ورده شباب. هذه هي بالطريقه هذه. دوك نحطهم تاني هكا في سنيوه. تقدروا تقطعوا البابي كويسون تاعكم مربعات، وكل ورده تحطوها فوق البابي كويسون، بصح انا نشوفها تبذير واسراف للبابي كويسون. فنقول لكم يعني رشوا السنيوه تاعكم غير بشويه فارينه، وكي تجوا ترفدوها رفدوها بكل سهوله غير بالعقل. هنا الزيت تاعي كان شويه يعني ماشي سخون بزاف، كان يعني دافي نوعا ما لازمش يكون سخون بزاف، وما لازمش يكون يعني فوق المتوسط، باش يعني يطيبوا لي من الداخل ومام يعني في التحمر تاعهم ماشي تمتم يتلهبوا معايا. بعد ما قليتهم وكملتهم هذوك المدورين، جست دوكا الوريدات تاعي كما كنت قلت لكم انا تحلوا لي شويه. دونك نتوما اقرصوا الحبه تاعكم تاع الوريدات خيط خميه هكا باش يجيكم شكل شباب. وشوفوا لي الجمال تاعهم شحال يعني جاو شابين وجاو هايلين، يعني كيما تاع البحر سوا. فوالا راكم تشوفوا راهم قدامكم. ما تنساوش حبيباتي فضلا وليس امرا اذا وصلتوا حتى لهنا ديروا جيم لا فيديو على جال هاد الورده اللي عطيتها لكم يعني نهديها لكم. ديروا جيم لا فيديو، اشتراك في القناه هكا باش يعني تكبر القناه تاعنا. على بالكم راني قناه جديده وراني نحط لكم غير وصفات الملاح. هنا جبت المعجون اللي خدمته انا في الدار تاع المشماش، معجون يجي بزاف بنين. اذا راكم حابين نشارك معاكم الوصفه قولوا لي في التعليقات، راح نشارك معاكم الوصفه. وراح نحشي تاني هذوك الوريدات نديرهم بالشوكولا، والمدورين حنديرهم بالمعجون تاع المشماش. حنستعمل كيما راكم تشوفوا تشكه تاع لي بيبي نورمال، تشكه هي اللي راح نستعملها باش نحشي بها لي بيني تاعي. طريقه يعني جد سهله هكا تنحوا عليكم التاع بل ما تقعدوا تفتحوا في لي بيني تاعكم وتحشوهم بالمغروف. مام تقدروا تستعملوا لا بوشادوي ولا شكاره تاع حليب فارغه، اغسلوها وحطوها تنشف. كي تحبوا تستعملوها ولا ديروها يعني ديروا فيها المعجون وعمر به. هادو يعني دي زاستوس كامل نحتاجوهم كنساء في لا كويزين ديالنا. فوالا انا دونك نكمل نحشي كامل هاد لي بيني ديالي. انا نحبهم يعني في الحقيقه هادو ما مدورين نحبهم بالمعجون تاع المشماش، سواء تاع برا ولا دوكا كيما تاع الدار، يجي بزاف بنين وهذيك القروسيه تاعو تجي بزاف هايله. دونك مام اذا حبيتوا ديروا شيكولا، مام اللي كاين اللي يحبوا يديروا لا جولي يعني اختياري. في البحر جينيرالمون يديروهم لنا بلا جولي ولا شوكولا. فوالا حاجه اقتصاديه اكثر واكثر. هنا كنت نسيت لهم السكر، قلت لا لو شارب تاعهم السكر ما كانش كيفاه ننساه، دونك درتهم كامل في السكر. نصيحه اذا يعني ما كانش يلصق لكم السكر فوق لي بيني تاعكم، خلوهم ينشفوا فوق البابي تورشون ولا هذاك البابي ابسوربون، ينشفوا شويه من الزيت هذاك وحطوهم في السكر مباشره هكذا، يعني رايحين كامل يلموا لكم هذاك السكر. هنا كملت كامل الكميه هذيك المدوره، وجزت ثاني هذوك الوريدات قلت لازم ندير لهم هكا شويه سكر باش يبانوا بلي دي بيني ويبانوا بلي شابين. فوالا وانتوما يعني انتوما احرار في هذا التزيين وهاد العفايس. كان يديروا لهم خطوط تاع الشوكولا، كاين يعني هذوك الوريدات يغطسوهم كومبليتمون داخل الشوكولا، يعني كل واحد ورأيه. هنا كنت كملت نكمل يعني نحشيهم بالمعجون هكا. فوالا وهذه هي الوصفه تاعنا اليوم. صدقوني جات يعني من ابن الوصفات اللي جربتهم في حياتي، الاقتصاديين واللي يجوا بزاف بنان غير بحبه تاع البيض. فرحي ولادك بلا ما تشريها من برا 5000 للحبه هكا، تاخذ مي كونتيتي كبيره تديها للبحر
تشبعي يعني تاكلي وتوكلي بلا ما تقعدي تخمي يعني 5000 الحبه وميم با ماشي بنينه كيما تاع الدار. يعني تجينا ناشفه وناقصه من داخل داك المعجون ولا ناقصه لا جولي، يعني ماشي كيما يحب الخاطر. توجور نشوفو تاع برا يجونا حلوين ويجونا بنان، مي بصح ما يشبعوناش. دونك هادي سي لا فيغيتي. هنا نحلو لكم كيفاش تاكلوا الحبه تاع الورده. فوالا، هنا عفوا كانت طاحت لي. تغطسوها يعني في هذاك لو بوين، هذاك شويه اللي درتها لداخل، شغل تحفروها بيديكم هذيك الثقبه تاع تاع الشوكولا، وعمروها بالشوكولا. هذا ما كان يعني ساهله مهله كيما راكم تشوفوا. وما ماني فتحت لكم هنا حبه تاع المشماش، شوفوا لي كيفاش جات من الداخل بنينه بنينه ومعسله. ما تعملوش صدقوني والله غير طاروا بيهم في دقيقتهم، صدقوني يعني من كثره البنه تاعهم والله ما راح تندموا. دونك جامو ابوني في القناه، نقول لكم نتلاقاو لا فيديو الجاي باذن الله. سلام.